نتفليكس نزلت اعلان ترويجي لفيلم وثائقي عاملاه ومطلعه فيه كليوباترا السبعه من اصحاب البشره السمراء. طيب تعالوا نعرف دلوقتي ليه اللي عملته نتفليكس ده يعتبر تزوير رسمي في التاريخ. خلونا الاول نعرف مين هي كليوباترا السبعه. كليوباترا بتنحدر من اسره بطليموس الاول، واحد من جنرالات الاسكندر الاكبر واللي اسس الدوله البطلميه في مصر، ومن مواليد مقدونيا، ودي اللي ما يعرفهاش مكانها في اوروبا، وتولى حكم مصر بعد الاسكندر الاكبر سنه 323 قبل الميلاد. وكليوباترا كانت اخر حكام الاسره البطلميه في مصر، وحكمت من سنه 51 ل 30 قبل الميلاد، ومن بعدها اللي حكم مصر هي الدوله الرومانيه. وطبعا مش محتاجه اقول تماثيل ورسومات كليوباترا شكلها ايه. طيب دلوقتي ليه نتفليكس عملت كده؟ نتفليكس ببساطه ليها اجندات كتير ومعروفه للناس كلها، ومنها انها بتساعد الامريكان من اصول افريقيه اللي بيتبنوا اتجاه الافروسنتريك، ودول اللي عايزين يقنعوا العالم ان المصريين القدماء كانوا سود البشره، وفي منهم ناس مشاهير بتدعمهم. ولازم نقول ان الموضوع ملوش اي علاقه بعنصريه او شيفونيه لا سمح الله، ولكن ده تاريخنا ولازم نحافظ عليه، واننا بنحترم كل الناس، وان الافارقه اشقائنا وحبايبنا. ولكن التاريخ والواقع بيقول ان المصريين لونهم ابيض وقمحي غامق كل ما تنزل الجنوب، بس مش من اصحاب البشره السمراء بتاعه وسط افريقيا. وان حصل فعلا وكان في اسره وقت القدماء المصريين حكموا مصر وكانوا من اصحاب البشره السمراء، ولكن دي الاسره ال25 فقط لا غير، ودي كانت اسره كوشيه. وده مش كلامي، ده كلام البرديات وعلماء المصريات ورسوم المصريين على جدران المعابد والحمض النووي بتاعهم وشكل المومياوات. كل ده بينفي مزاعم الافروسنتريك. احنا بنحترم كل الناس وكل اصحاب البشره السمراء، ولكن مش من حق حد انه يسرق تاريخ بلد وشعب كامل ونقف نتفرج عليه، خصوصا ان الامريكان الافارقه شركاء في بناء الولايات المتحده اللي تعتبر حتى الان اقوى دوله في العالم. طيب ليه تبص في حاجه غيرك؟ ما تحتز ببلدك يا اخي. احنا عارفين ان اصحاب البشره السمراء اللي اتاخدوا من غرب افريقيا تم استعبادهم في امريكا، بس ده ما يديلهمش الحق انهم يطلعوا على المصريين. ما هو مش كل شويه اوروبيين هيضطهدوا ناس ويعملوا افعال بشعه ضد الانسانيه في مجموعه من البشر هيجوا المنطقه العربيه ياخدوا لهم دوله مشتكيه هي يا جماعه والله. واحنا ما سمعناش طول التاريخ ان في حادثه انقراض حصلت للمصريين، وان المصريين انقرضوا من الكوكب وجم ناس ثانيه عاشوا في المكان ده. زي ما من حق كل شعب يعتز بحضارته، وزي ما احنا بنحترم كل الناس وكل الثقافات والحضارات المختلفه، الشعب المصري عايش في الارض دي من الاف السنين وبنى حضاره عظيمه، ومن حقه هو كمان يعتز بيها ويحافظ عليها من السرقه، لان الموضوع ممكن يكون ليه تداعيات خطيره، لانهم فعلا مصدقين اللي بيقولوه، وممكن في يوم من الايام يحبوا ياخدوا موقف ولا حاجه ويستعيدوا الحاجه اللي صدقوا انها بتاعتهم فعلا. ودلوقتي الاعلام الامريكي والسينما والمسلسلات بتدعمهم. وبعدين يا جماعه بالعقل كده، ما هم اصحاب البشره السمراء مالين القاره كلها، ليه جت على الحته دي بس اللي هتظهر منهم حضاره فيها بالشكل ده؟ ليه ما فيش في باقي القاره الا اصحاب البشره السمراء لسه فيها حضاره قويه؟ ولا هي الكحكه في ايد اليتيم عجبه؟ المصريين اصحاب الحضاره افارقه فعلا، بس مش سود، مع احترامنا واعتزازنا لاهلنا اللي في جنوب مصر والسودان وافريقيا كلها، ولكن دول عايزين ياخدونا في حته ابعد من كده بكتير. سرقه عيني عينك لتاريخ شعب كامل. مش شرط كل الافارقه يبقوا سمر البشره. شمال افريقيا لونهم افتح عادي، زي ما عندك في اسيا دولتين تعداد سكانهم فوق المليار وهم السكان الاصليين لبلادهم، والاثنين اسيويين ومفيش اي شبه واحد بينهم. بنتكلم عن الصين والهند على سبيل المثال. وفي النهايه ما تنساش تشترك في القناه وتتابعنا عشان تشوف فيديوهات اكتر. يا رب اللي يشترك في القناه يدخل الجنه.